ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هنكمل مسلسل كتالوج وده اخر جزء. يلا بينا. بيروح يوسف لولاده علشان يعرف منهم الباسورد، لكن بيبقى ولاده مش عارفينه وبيقولوا ان مامتهم كانت قايله له على الباسورد ومفكرينه عارف. وتاني يوم بيتكلم تامر وبيعرف يوسف ان خلاص هيشاركوا نازلي، وخالة هويدا بتروح لها وبتزعل لها وبتقول لها ان في واحده صاحبتها شافتها وهي مع يوسف وعلى طول بتخرج معاه. فبتزعق معاها هويدا وبتقول لها ملهاش دعوه بحياتها. وفي الماتش بيبقى فريق منصور خسران ومنصور بيبقى متوتر، وفي الراحه بيتكلم يوسف مع منصور وبيشجعه وبيفوز فريق منصور. وفي أوضة الراحة بنشوف حنفي وهو بيطلع العلاج، ومنصور بيشوفه وبيعرف ان ده كان شبه علاج مامته كانت بتاخده، ومنصور بيتصدم. ويوسف بيكون بيجهز حاجته علشان هيسافر مع ولاده في اجازة، وبيتكلم منصور تاني مع حنفي وبيقوله انه لقى التحاليل بتاعته واتأكد انه هو مريض زي مامته. فبيقول له حنفي ما يقولش لحد. وتاني يوم بيوصل يوسف اولاده للمدرسة وبيقابل هويدا وبيعزمها ان هي تروح معاهم الاجازة. وبيتكلم يوسف مع كريمة وبيدربها على المسرحية. في الوقت ده بتبعت هويدا رسالة لكريمة وبتقول لها ان هي هتيجي معاهم الرحلة، وكريمة بتكون بتعترض وبتقول لباباها. وأسامة بيروح ليوسف وبيعرف ان هو عزم هالة فبيتوتر. وهويدا تاني يوم بتبقى رايحة لبيت يوسف عشان تسافر، فبيقابلها هاني طليقها وبيحاول يتكلم معاها بس هي بتقوله ان هي مش فاضية وبتسيبه وتمشي. ويوسف بياخد منها الشنط وبتبقى كريمة غيرانة ومتضايقة، وبيسافروا وبيكون أسامة لابس كمامة عشان محدش يعرفه. فبتسلم عليه بنت قدام هالة وبنات تانية بتسلم عليه كتير، وبيحاول يوسف يفتح الباسورد بتاعت قناة أمينة لكن ما بيعرفش. وبيجي الحنفي عرض وبيبقى مدرب لدوري الممتاز، فبيبقى حنفي خايف انه يسيب منصور. وبيروح يوسف يشتكي الحنفي من كريمة، فبينصحه حنفي ان ياخد نصيحة هويدا ويتكلم معاه. وبيروح يوسف يتمشى مع هويدا وبيتكلموا مع بعض، وبيبقوا رايحين مطعم فبيقابلهم صاحب المطعم وبيبقى مفكرهم قبل، فبيتكسفوا وبيسيبوا المطعم ويمشوا. وبتتكلم هويدا مع كريمة وكريمة بتبقى متضايقة وهي بتتكلم معاها وغيرانة على باباها. ومنصور بيطمن على حنفي وهو نايم وبيشوف نفسه فبيتخض حنفي. وبيجي يشوف منصور وبيسأله بيعمل ايه، فمنصور بيقوله ان هو بيطمن عليه وخايف انه يموت زي مامته وبيعيط. وبيروح أسامة يتكلم مع هالة وبيعرفها ان هو بيحبها، فهالة بتبقى مصدومة. وبتتكلم هويدا مع يوسف وبتقوله ان هي كلمت هاني طليقها ومش هترجع له تاني. وفي الوقت ده بيتصل تليفون على يوسف وبيتكلم معاه على اساس انه يحجز كل سنة في مطعم لعيد جوازه. فبيروح يوسف بسرعة لأوضته وبيكتب باسورد عيد جوازه في اللابتوب، وبتفتح قناة أمينة. في الوقت ده تامر بيتكلم مع نازلي وبتعرض عليه انه يديلها نصيبه من اسهم في الشركة وتخليه رئيس مجلس ادارة بدل يوسف. ويوسف بيجيله ايميل من ايباد امينة وبيعرف ان هي كانت عايزة تتطلق منه وبيشوف اجراءات الطلاق. وتاني يوم بيكون يوسف زعلان وهويدا بتروح تسأله وبيعرفها ان هي امينة كانت عاوزة تتطلق، فبتواسيه. وبتشوفهم كريمة وام هاشم بتلاحظ ان هي متضايقة وبتسألها ام هاشم هي ليه متضايقة. فبتقول لها كريمة ان في حد عاوز ياخد منها حد، فبتقول لها ام هاشم تروح تصارحه عشان ترتاح. وبعدها بيرجعوا من السفر ويوسف بيوصل هويدا للبيت. وقتها بيشوفها هاني طليقها وبيتقابل معاها وبيتكلم وبيسألها ان هي مش عاوزة ترجع له تاني عشان يوسف. وهويدا بتتعصب وبتتخانق معاه، ويوسف بيروح لقبر أمينة وبيبقى زعلان وبيلومها على اللي عملته. وبيقابله جورج وبيتكلم معاه وبيقول له يوسف ان هو زعلان علشان أمينة كانت عاوزة تتطلق منه. وبيتكلم حنفي مع حمدي وبيحاول انه يقنعه يشتغل معاه، لكن حنفي بيبقى مهتم بمنصور، فالمدرب بيقوله ان هو هيتصرف ويدخل منصور بعد ما عرف ان حنفي عنده كانسر. وبالليل بيحكي يوسف لحنفي وبيقوله ان القبطان جورج بيقوله ان امينه عملت كده عشان بتحبه. وتاني يوم هويدا بتعرف ان كريمه انسحبت من المسرحيه، فبتبقى عاوزه تتكلم معاها، لكن كريمه بتتخانق معاها وبتقولها ان هي بتحب ابوها وعاوزه تاخد مكان مامتها. وهويدا بتحاول تفهمها لكن بتقطعها كريمه وبتمشي وتسيبها. وهويدا بتروح لخالتها في البيت وبتتخانق معاها هي وهاني، وبتعرفها ان هي عمرها ما هترجع لهاني وبتسيبهم وتمشي. ويوسف بيتخانق مع كريمه بسبب هويدا ورافضه ان هويدا تاخد مكان مامتها، فبيرد عليها يوسف وبيقول لها بعصبيه ان هي مامتها كانت ناويه تتطلق منه. وأسامة بيعرف يوسف على الشقه اللي امينه كانت مأجراها، ويوسف بيتصدم. وتاني يوم يوسف بيقابل هويدا والاتنين بيعترفوا مشاعرهم لبعض. وفي اليوم اللي بعده حنفي بيتعب وبيروح المستشفى، ومنصور بيعرف يوسف ان هو عنده كانسر. وبيفتكر يوسف امينه انها كانت عايزه تعمل العمليه لكن امينه بتموت. وبيتكلم يوسف مع منصور وبيلوم ان هو ما قالهوش على مرض حنفي. وبيروح أسامة وكريمة وأم هاشم علشان يطمنوا على حنفي، وبيجي تليفون ليوسف من هالة وبتقول إن تامر بقى رئيس مجلس إدارة الشركة. وبيروح يوسف يتخانق معاه وبتدخل نازلة عليهم. بيعرفها يوسف إن هي بتعمل غلطة كبيرة لو خلت تامر يبقى مدير الشركة، فبتقوله إن هي عارفة. وبنعرف إن نازلة خدعت تامر، تعرف في يوسف إن هي عملت كده فيه كقرصة ودن علشان يفوق ويشوف شركته وشغله. وبتديله مهلة أسبوع إنه يفكر ويرد عليها. وبيشتكي يوسف لهويدا وبيقول إن الشغل دمر له حياته وخلاه ما ياخدش باله حتى من صاحبه اللي طلع خاين. وبيروح لحنفي وبيقعد يتكلم معاه وبيلومه ان هو ما قالهوش. وفي الوقت ده بيبقى حنفي فايق من الغيبوبة. وفي البيت بيتكلم كريمة ومنصور مع يوسف وبيعرفوه ان هو مفيش مشكلة ان هو يرتبط بهويدا.
فبيحضنهم. وتاني يوم كريمة بتمثل في المسرحية وبتبقى كويسة والكل بيبقى فخور بيها. في اليوم اللي بعديه بتتكلم ام هاشم مع يوسف، ويوسف بيشكرها على اللي عملته معاه ومع عياله، وبيروح يقابل نازلي في مكتبها وبيقول لها ان هو بنى الشركة دي وشافها بتكبر قدام عينيه، لكن ما شافش ولاده وهما بيكبروا، وبيقرر يسيب الشركة. ولما بيرجع بيجهز نفسه عشان بيبقى طالع معاه هويدا، وكريمة ومنصور بيساعدوه. ووقتها منصور بيشوف فستان كانت لابساه أمينة، فبيتكلم مع كريمة بيقول لها ان الفستان ده كانت لابساه مامته في الفيديو. ويوسف بيستغرب وبيقوله ان مفيش فيديو موجود فيه الفستان. وقتها يوسف بيعرف ان امينه سايبه فلاشه فيها فيديو لامينه عند جورج، فبيروح له يوسف وبيقوله ان هو عايز يشوف الفيديو. وبيشوف يوسف الفيديو وبتقول امينه فيه ان هي كانت عايزه تتطلق من باباهم علشان يكرهها، لكن معرفتش تسيبه. ووقتها يوسف بيتاثر، وبعدها يوسف بيقابل هويدا وبيقول لها ان هو مش جاهز ان يكون في حاجه ما بينهم، وبتسيبه هويدا وبتمشي. وبعدها يوسف بيعمل اجتماع مع مستثمرين عشان التطبيق الجديد بتاعه، وبيبقى اسمه كتالوج. وبيعجب المستثمرين بفكرة يوسف. ويوسف لما بيخرج من المكتب بيقابل شاب بيبقى محبط، وبيروح يوسف يتكلم معاه وبيعرفه ان هيعمل شركة ومحتاج مساعدين. ويوسف بعد كده بيروح المستشفى مع حنفي، وحنفي بيخف، فبيفرح يوسف وحنفي مع بعض. وبيروح يوسف لهويدا في افتتاح الكتاب بتاعها، وبيعزمها على خطوبة أسامة وهالة. وبالليل في الخطوبة بيكونوا مبسوطين وعمالين بيرقصوا. وبعديها بنشوف يوسف وهو مكمل حياته مع اولاده ووسط الناس اللي بيحبهم. وبيخلص المسلسل على كده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.